الأداء في المدرجات. يعني أجواء لا يمكن وصفها بكل تأكيد. كانت هذه مجموعة من آراء بعض اللاعبين لمنتخب فلسطين. من هو اللاعب عبد النور الذي لفت انتباهك من قبل المنتخب الفلسطيني؟ والله حسب الشوط الأول يعني أبو ناهية هذا وسامح مرعى، يعني لاعبين عندهم إمكانيات ولاعبين سريعين عندهم مستقبل ظاهر في ان شاء الله في المقابلات الجايه راح يعطوا يعني اضافه للفريق الفلسطيني. ما الذي كان ينقص الفدائي في الشوط الاول؟ والله يعني في الشوط الاول شاهدنا ان حتى الفريق الفلسطيني تاثر يعني بالمحيط تاع المقابله والجماهير. ما شاهدناش يعني مستوى كبير من الفريقين، حتى المستوى الفردي والجماعي تاع الفريق، لكن على العموم فريق يعني عنده طموح وعنده يعني مستقبل ان شاء الله في يمكن انت تبعت المدرجات، ما تبعت المستطيل الاخضر؟ لا تبعت يعني المدرج، لكن كما تكلمت محمد ان الجمهور اليوم أعطى يعني صورة جميلة والمكانة الحقيقية للفريق الفلسطيني لدى الجزائريين. فعلا الصورة تليق بالجزائر وتليق بفلسطين وتليق بالحدث. أمتعنا الجمهور واستمتعنا بحضور الجمهور. نتمنى أن نستمتع بهذه المباراة. معلق المباراة الجزائري من هو؟ محمد جمال. ومعلقكم هو السيد خليل جاد الله. العودة إلى المعلقين بالنسبة للتلفزيونين، لكن بعد هذا الفاصل. بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الطائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن راميات القوة بالشوكولا. عند موبيليس مع إتوال 8 دياز والعروض أول لمبتسم. إذا عبأت 100 دينار ستتحصل على 300 دينار رصيد. بتعبئة 500 دينار تتحصل على 2500 دينار. وإذا عبأت 2000 دينار ستتحصل على 7000 دينار رصيد نحو كل الشبكات. موبيليس أينما كنتم. شكون فيكم ما راهوش حاب يجيب الفرحة لبلادو؟ شكون فيكم ما راهوش حاب يرفع علام بلادو؟ زاير بلادنا والخضرة ديالنا. موبيليس الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. تحية مجددة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. شكرا لك مسعود، شكرا لضيوفك الكرام الأعزاء محمد وكذلك خليل. أهلا وسهلا بهما وبالجميع في بلدهم الجزائر. تحية لمحللنا الدكتور سعيد حاج منصور. وقع الشوط الثاني ستنطلق بعد لحظات من الآن. دكتور، اعتقد انه القدرات البدنيه الشوط الثاني هي اللي راح تكون حاسم، لانه القدرات البدنيه الجيده عند الفريق اللي بيكون افضل بدنيا راح يعمل له استقرار بحالته الذهنيه، اضافه الى انه يقدر يحلل جميع مراحل الكره والتعامل معها بصوره جيده، اضافه الى انه بيحقق الشرط الافضل انه بالصراع على الكره هو اللي بيفوز على الكره. واعتقد اتمنى انه الفريقين يكونوا بجاهزيه بدنيه جيده يقدروا يكملوا الشوط الثاني مثل الشوط الاول. تمام، في انتظار بدايه او ضربه البدايه للشوط الثاني لهذه المباراه التاريخيه ستبقى عالقه بالذاكره وسيذكرها التاريخ ايضا بين المنتخبين الشقيقين الجزائر وفلسطين. شوط اول يعني ما شاهدنا الكثير، ولكن شاهدنا بعض الفرص الساخنه والسانحه
في انتظار الشوط الثاني بين المنتخبين بصافرة الحكم السيد بوكواسة لطفي، ابراهيم حملاوي، سراج محمد كمساعدين، بمبرام محمد هو الحكم الرابع للمباراة التي تحمل الكثير من المعاني والدلالات والرموز. وهناك تغيير يوسف جمال. نعم، والبداية ستكون مباشرة مع التغيير، مع دخول مزيان وخروج زكريا حدوش. مزيان بالطاهر، مزيان عبد الرحمن لاعب فريق امل الاربعاء والمتألق في الدورة الأخيرة أيضا. تمام، واحد من الاسماء التي سرقت الاضواء في الدورة التأهيلية بالسنغال. صافرة الحكم بوكواسة وضربة البداية للشوط الثاني للمباراة. ضغط على الحارس بمبدأ الأمان، راية مرفوعة، هناك وضعية تسلل. عملية التصدي المبكر للخصم ما بيعطي فرصة للخصم ليتكيف بالكرة بصورة جيدة، وهذا ما بيترك الخصم يخسر الكرة بسرعة، وهذا الشيء بكرة القدم الحديثة متبع بصورة كبيرة. طويل الكرة، محاولة من هناك على الجهة اليسرى لمزيان، ولكن تغطية دفاعية. خرج الكرة إلى ركنية، أول ركنية في المرحلة الثانية لفرحات. ملعوبة الكرة داخل منطقة العمليات، الدفاع يدخل عن طريق تامر صالح، يخرج الكرة. ساقط لاعبان ساقطان على الأرض. اتمنى السلامة بعد التدخل والاحتكاك في الكرة الماضية بين توفيق علي حارس مرمى المنتخب الفلسطيني. بعد هذه الكرة كما نشاهد بالعرض البطيء أمام 3 لاعبين مدافعين والحارس من قبلية، خروج حدوش زكريا ودخول مزيان بالطهر على الصورة أمامكم. لاعب موهوب يملك من الإمكانيات الكثير، مراوغ سريع صاحب تسديدات، يفضل اللعب على الجهة اليسرى حتى يفتح الزاوية على قدمه اليمنى ويسدد باتجاه المرمى. شورمان والتعليمات والتوجيهات المتواصلة لعناصر المنتخب الوطني الجزائري، اختبار لكل منتخب مهم في هذه الأجواء الكبيرة بملعب 5 جويلية. سلامات على اللاعبين في انتظار عودة بن قابلية. كرة تعود لدفاع المنتخب الجزائري عن طريق عبد اللاوي، القائد كنيش في الوسط، بنغيث، شيتا ضغط عليه، البحث عن المساحات الشاغرة، من جديد ضيع الكرة. داخل من أرضية الميدان ولكن بالخطأ. كرة من فرحاني، ضغط على دفاع المنتخب الفلسطيني، إخراج الكرة بسرعة عن طريق الخطير سامح، ولكن تعود لدفاع المنتخب الجزائري. الشتاء ضمن الأفضلية يقول الحكم، من هناك محاولة تسديد والكرة فرصة أخرى والدفاع يصحح. كرة ثانية تعود للمنتخب الجزائري، اللعب على الجهة اليسرى، مزيان ممتازة لفرحاني ومزيان، والتفاهم الكبير بين اللاعبين إلى ركنية الثانية. هجمة جيدة جدا فيها تحرك بدون كرة وفيها ذكاء باللعب، عملية تجاوز الخصم أدت إلى خلق ضربة ركنية. ضربة ركنية للمنتخب الجزائري. فيق علي الحارس على الصورة داخل البوكس وبين أحضان الحارس، خروج ممتاز بدون مضايقة. جميع الضربات الثابتة خاصة الركنية عم تلتعب قريبة من الحارس، وكون الحارس طويل الطول يعني عم يكون هو الفعال أكثر، يفضل انه كرة من هناك، راية وضع التسلل. يقول الحكم على محمد أبو نايا
سنشاهد الكرة بالعرض البطيء. نعم كانت هناك وضعية تسلل واضحة. شكرا للفريق العامل معنا بقيادة الزميل المخرج سمير شهود. واضحة اللقطة لدفاع المنتخب الجزائري. فرحات استلم، فرحات يفتح الزاوية، فرحات يبحث عن المساحة، انطلق يريد التوغل ولكن امام ثلاث لاعبين. صعبة الكرة امام سمح مرعبة، ارعب دفاع المنتخب الجزائري مرتين. الاستلام ولكن مقطوع داخل البوكس للحارس جمال. نعم الحارس هو فريد شعال، الحارس الثاني طبعا. دخل كحارس مكان صالحي. تمام، شاهدته وهو يسخن قبل بداية الشوط الثاني، وفضل المدرب شورمان ادخال شعال في مكان صالحي. يمنح الفرصة لأنه تغييرات طبعا مناصر ستة ومناصر يدخل أرضية الميدان في مثل هذه الحالات. نعم، محاولة جلب الأنظار المتفرجين والحضور، ومحاولة هي إهانات أحيانا بين بعض المناصرين. وهو يلقي التحية للمنتخب الفلسطيني للاعبين يعني. تمام، وأثناء المباراة يريد أن يلقي التحية ويسلم على لاعبي المنتخب الفلسطيني. مثل هذه الأمور تحدث في مباريات كبيرة، استغلال الفرصة من أجل ربما حبه للفريق الفلسطيني وللاعبين الفلسطينيين. وهذا شيء يعني مقبول بكرة القدم، لكن يفضل التعبير عن الحب يكون ضمن الأطر النظامية القانونية والنظامية. أريد نذكر شعال حارس مرمى فريق اتحاد الحراش متألق هو الآخر، معار من فريق مولودية الجزائر، واحد من الحراس الموهوبين، إمكانيات كبيرة بدنية وفنية. إشراف مدرب حراس المرمى يوسف، المنتخب الوطني الجزائري الأولمبي. كرة لكنيش على الجهة اليمنى، حليمية في الوسط لشيتا، تحرك توصل لعبد اللاوي. فرحاني تفاهم مع فرحات وكذلك مزيان. الكرة وصلت لمزيان الآن، يحاول الكرة لفرحاني داخل منطقة العمليات، يعاود التسديد ولكن بعيدة. لا، ضربة مرمى للحارس توفيق علي بعد كرة ثنائية. كان يفضل لعب الكرة بالعرض لأنه الزاوية كانت ضيقة جدا على، والحارس مغطي زاويته بصورة جيدة. لو لعب الكرة بالعرضية كانت بتشكل خطورة أكثر على مرمى الفريق الفلسطيني. تذكرته يوسف طارق نويوة، مدرب حراس منتخب الوطني الأولمبي، المنتخب الجزائري الأولمبي، واحد من الحراس الكبار. مقطوعة في الوسط، الضغط على الشيتا، يعود مباشرة للدفاع عن طريق كنيش. الاستنجاد بالحارس فريد شعال، إخراج الكرة بمبدأ الأمان، مقطوعة في وسط الميدان للمنتخب الفلسطيني من طريق بابلو، ولكن من جديد دفاع المنتخب الجزائري يتفوق. مزيان حضر كرة لشيتا، يستفيد من رمي التماس، ضغط على حامل الكرة من المنتخب الفلسطيني. عملية التصدي المبكر عم تلعب دور كبير بخسارة الفريق اللي بيستحوذ على الكرة للكرة بصورة أسرع. نور الدين ولد علي هو مدرب المنتخب الوطني الجزائري، نذكر هو المدرب العام. بركات عبد الناصر هو المدير الفني. موسى بزاز كان درب أيضا المنتخب الفلسطيني لفترة قصيرة. من هناك الكرة بن غيث يحاول يرجع الوراء، الاستنجاد والاعتماد على فرحات تبادل الكرة. كنيش يعود الجهة اليمنى من حليمية، شيتا، عبد اللاوي، فرحاني، عبد اللاوي. المنطقة مغلوقة، كنيش في العمق، بينية، تغطية من الدفاع، بابلو يرجع مباشرة والتدخل من مصعب. جزائرية من جديد، فرحات يحاول يناور ويتوغل،
دفاع يغطي ويستنجد بالحارس توفيق علي. كرة عالية، تدخل من الخلف واستعمال اليد والمصعد من فرحاني والخطأ. لاحظ الفريق الفلسطيني بحال خسارته للكرة كلها بيرجع لمنتصف ملعبه ليسكر المسافات وما يعطي مساحات لمناورة للفريق الجزائري. كرة بينية ممتازة بلمسة واحدة، ولكن عبد اللوي يغطي، يلعب مباشرة مع مزيان. إلى رمي التماس. اللوي يحاول دائما أن يزيد في لمسة واحدة لمستين. احيانا المدافعين الجزائريين عم يرتكبوا المخاطره بالثلث الاخير من الملعب، وهذا ممنوع بمفهوم كره القدم، لانه اغلب الخطر اللي شكله فريقنا الفلسطيني هي انتزاع الكره بعمليه التصدي المبكر بنص ملعب المنتخب الجزائري اللي خلى للانفرادات، وهي ملاحظه كبيره لازم يتعامل معها المدرب بصوره موضوعيه. تحت الاضواء الكاشفه اصبحت تلعب المباراه الان. كرة طويلة من هناك لبن قبلية، ولكن خروج الحارس توفيق علي أقرب إلى الكرة. البهداري يلعب كرة طويلة، تدخل من حليمية بالراس لقائده كنيش. شيتا تطلب الكرة، تعود له بينية في الوسط، محاولة المرور، يستفيد من خطأ. هكذا صارت الأجواء كما تشاهدون. الجزائرية الكرة، عبد اللوي يوصل لفرحاني، تفاهم مع مزيان، البينية، فرحاني يحاول يوصل الكرة، خرجت. كان سرعة الكرة أكثر من سرعة اللاعب، لكن الهجمة من ناحية مبدأ التكتيك الهجومي رائعة جدا، تبديل المراكز وأخذ الفراغ. صارت الآن الأمواج المكسيكية حاضرة فوق مدرجات ملعب 5 جويل. ماذا تعني بالموجات المكسيكية؟ تعبير عن الفرح والسعادة والاستقبال الحار، والقضية الكبيرة موجودة في قلوب الجزائريين. يحاول سامح من هناك يوزع كرة، تدخل كنيش في الدفاع بالخطأ، مقطوعة، ولكن تصحيح الخطأ من عبد اللوي إلى رمي تماس. وهي المخاطرة اللي عم يلعب عليها المنتخب الجزائري، هي ممكن تؤدي أحيانا لبعض الخلل بالفريق ككل. مصعب، رمي التماس من جديد، فلسطينية الكرة، خطأ يقول الحكم لدفاع المنتخب الجزائري. ونشاهد الفرجة والمتعة فوق المدرجات. دكتور حاج منصور، يعني المباراة الممتعة الحقيقية اللي عم يصنعها الجمهور. لو انعكس هذا الجمهور، أداء الجمهور بالمدرجات على أداء اللاعبين بالملعب، لكان في تكامل من صحيح كل الأمور. يا لها من أجواء استثنائية وكبيرة فوق ملعب الخامس جويليا بمناسبة هذه المباراة التاريخية الكبيرة الأولى من نوعها. فرحاني يبحث عن مزيان، تغطية دفاعية، مقطوع الكرة من محمد درويش على الجهة اليسرى. عبد الله جابر من هناك في الوسط مباشرة اللعب مع ثامر. جابر على الجهة اليسرى يحاول يوسع كرة داخل منطقة العمليات، تغطية من دفاع عبد اللوي بثقة، الضغط على حامل الكرة إلى أين؟ إلى رمي تماس. رمي تماس، كرة فلسطينية ملعوبة بسرعة، غير الاتجاه مباشرة للجهة اليمنى. محاولة التوزيع الأرضية داخل العمليات، وبعيدة ما زالت الكرة داخل الملعب، ملعوبة من ثامر سيام. جابر، عبد الله، لا وجود لوضعي التسلل، خطأ يقول الحكم للمنتخب الفلسطيني. كرة ثابتة من هناك على الجهة اليسرى، الجهة اليمنى للحكم.
خطرة جدا إذا التعبت بصورة سليمة ممكن تؤدي إلى خطر كبير على مرمانا الجزائري. كرة لأصحاب القدم اليمنى، لصاحب القدم اليمنى، لاعبين في الجدار الدفاعي، احترام المسافة القانونية يقول الحكم السيد بوكواسا، لتغطية القائم الأيمن لمرمى الحارس شعال. قد تشكل خطورة كبيرة هذه الكرة الثابتة للمنتخب الفلسطيني. تفاعل من الجماهير قبل تنفيذ الخطأ. بعيدة تماما، بعيدة بدون تركيز. هذا سؤال التركيز، سؤال عبء المباراة أو وجود الجمهور الكبير، هذا مأثر على قدرة التركيز عند اللاعبين. وأحيانا لما بيكون في أكثر من اللازم المثيرات اللي موجودة حول اللاعب، هذا بيضوع له قدرة التركيز وما بيخليه يتخذ القرار المناسب. خاصة فريقنا الفلسطيني إنه ما تعود اللعب أمام جمهور بهذه الكثافة. الجمهور الذي يجد جماهير غفيرة تناصره، وهي بأعداد نعم. غير آخر شريفي سيكون في مكان فرحاني الذي سيترك الميدان. شكرا لك يوسف. تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الجزائري. شريف رضوان رقم 17. أعتقد بعض المدربين بيعملوا تغييرات لتغيير نظام اللعب داخل الملعب أو خطط اللعب داخل الملعب، إما يتحول من حالة دفاعية تغلب عليها الفريق الحالة الدفاعية لحالة هجومية، أو العكس من حالة هجومية لتجريب أنماط معينة من اللعب داخل الملعب. كرة طويلة، كرة للحارس شعب سهلة. شريف في أول كرة مقطوعة في الوسط عن طريق جوناثان. كرة جيدة، ممتاز المرور على الجهة اليسرى، تحضير من عبد الله جابر، ثنائية ممتازة، محاولة توزيع. هدف جيد جدا ملعوب بصورة جيدة، عملية تقدم المدافع الأيسر بظهر الدفاع وتمرير الكرة بالسرعة المناسبة، لعب الكرة العرضية بظهر الدفاع ما أعطى فرصة لمدافعينا الجزائريين لقطع الكرة. كمان تمركز حارس المرمى ما كان بالصورة المثلى لقطع الكرة من الجانب، وهذا ما أدى لاعبنا المميز محمد أبو ناهي لتسجيل الهدف الأول. يسجل بهذه العرضية. طبعا ارتباطات شعال لم تمكنه من الوصول بالكرة والتصدي، والعرضية الممتازة النموذجية، المتابعة الرائعة من الهداف محمد أبو ناهي في مرمى المنتخب الجزائري. المنتخب الأولمبي 1 مقابل لا شيء، تغيرت النتيجة للمنتخب الفلسطيني. ألا تلاحظ دكتور بأن المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني اللعب متقدم نوعا ما إلى الأمام عكس الشوط الأول، عم يحاول ينقل الكتلة من حالة دفاعية لحالة هجومية، وهذا نجح فيها اعتمادا على بطء الدفاع الجزائري وعدم تغطية المنطقة بالصورة السليمة والمخاطرة اللي عم يلعب فيها المدافعين الجزائريين. يعني لاحظ الكرة، لاحظ الكرة، والحارس يتدخل. هي بناء على المخاطرة اللي عم يرتكبها. تحرك المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني أحسن، وهو صاحب الأفضلية في النتيجة. كنيش تغيير اتجاه، كرة خاطئة إلى رمي التماس للمنتخب الفلسطيني. هاي الكرة والعرضية وفي مرمى الحارس، المتابعة الرائعة والجيدة من الهداف محمد أبو ناهي. فرحة كبيرة وسعادة وتفاعل كبير من الجماهير
لا نشاهد مثل هذا إلا في الجزائر، إلا في هذه المباراة، حيث يحظى المنتخب بتشجيع واحترام وتقدير. مقطوع الكرة من هناك للمنتخب الجزائري، محاولة من بن قبلية، يحاول بن قبلية يحضر كرة على الجهة اليمنى داخل منطقة العمليات، التوزيع العرضي، الدفاع تعود مزيان، ولكن التحضير للكرة الثانية، الدفاع يبعد الكرة، يحضر ابن هنايا بانطلاقة أخرى عن طريق سامح، بينية ممتازة ثنائية والحارس خروج. شعال والخطأ لدفاع المنتخب الجزائري. كنديش ضغط كبير عليه من أبو نايا هداف المباراة لحد الآن. عمليا يعني المنتخب الجزائري لازم يستنفر حواله حتى يعدل النتيجة، والمنتخب الفلسطيني عم يحاول بثبات حالته الدفاعية واعتماده على الهجمات المرتدة اللي كانت الهجمة المرتدة نموذجية بتسجيل الهدف، مع وجود كثافة عددية داخل منطقة الجزاء للدفاع الجزائري أدى لتسجيل الهدف. المباراة راح تتطور وراح تعطي انطباع جيد. أجواء كبيرة. سامح مرابة والكرة الأخيرة للمنتخب الفلسطيني المتقدم في النتيجة بواحد مقابل لا شيء. شعال لكنيش، انتظار، تنتظر ربما هناك ردة فعل المنتخب الأولمبي الجزائري. بالراس تامر صالح يخرج الكرة في الوسط لبن غيث، بعد ذلك مزيان على الجهة اليمنى، محاولة تغطية دفاعية بن قبل يدية، تعود فلسطينية في الوسط، التحضير ثلاثي، ليس هناك خروج على الجهة اليسرى. يعني الفريق الجزائري عم يحاول يعتمد على مهارات الفردية أحيانا بالتوغل داخل المرمى، رغم أنه في إمكانيات متاحة للتمرير السريع والتحرك بدون بسرعة بظهر الدفاع، هذا بيعمل فاعلية أفضل للفريق الجزائري. شيطة وكنيش، كنيش من جديد يأخذ وقت المنتخب الجزائري من أجل الخروج بالكرة. عبد اللوي بن قبلية، الكرة ضاعت، شريفي والكرة وفرحات، الكرة إلى رمية تماس للمنتخب الجزائري. عبد اللوي الآن بعد كرة من شيتا، حليمية للدفاع، شريفي الدفاع يتفوق، يقطع الكرة في الوسط، المساندة، البحث عن أبو نايا مباشرة للحارس شعال، سهلة. تقدم الحارس بظهر الدفاع كان جيد، الحارس الجزائري عمل لاعب حر أو ليبرو للدفاع. فرحات، خطأ يقول الحكم لمصلحة المنتخب الفلسطيني، تغيير آخر في تشكيلة الفريق الفلسطيني. يدخل اللاعب قاسم حميد جمال، قاسم حميد في مكان سامح مرابع. هل قاسم هو رقم 25؟ بالفعل جمال تأكد من ذلك من عند الناخب الوطني الفلسطيني. قاسم رقم 25. شكرا يوسف.
ممكن عملية التبديل لزيادة القدرة الدفاعية للحفاظ على النتيجة، وخروج واحد من أحسن وأفضل العناصر دكتور في مواصفات هجومية رقم 10 أفضل ممكن أفضل ليحافظ على النتيجة. ممكن لاعب بمواصفات دفاعية أكثر منها هجومية. مقطوع الكرة، أبو نايا يحاول تمرير ممتاز ثنائية من هناك على الجهة اليسرى. مقطوع الكرة من دفاع المنتخب الجزائري. فرحات ينتظر في هذه الكرة، دفاع فوق يخرج شريفي مرتين. اسمه قاسم رقم 25 في تشكيلة المنتخب الفلسطيني. قاسم حميد. وبعد قليل سيكون الدور على التشكيلة الجزائرية حيث سيدخل أمغران. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذا ثامر يحاول ما يمكنليش. ثامر يراوغ يرجع يقدم كرة لعبد الله جابر يحاول يوزع الكرة تضرب بها في المدافعين ترجع من جديد الكرة ولكن المنتخب الجزائري شتات بسرعة مباشرة يلعبها والانطلاقة. كرة خطرة لأن في تساوي بعدد المدافعين مع المهاجمين. من هناك لشريفي ما خرجش الكرة لفرحات يحاول فرحات ينتظر المساندة وربما يراوغ يفتح الزاوية فرحات مرتين. تنغيط شتاء فرحات يحاول فرحات أكثر من اللازم. فرحات تضيع الكرة تتحول إلى عملية هجومية وضعية تسلل. لم ينتبه محمد أبو نايا هداف المباراة لحد الآن وهداف المنتخب الفلسطيني. نذكر مشاهدينا الكرام الذين يتفرجون على هذه المباراة سجل 3 أهداف في التصفيات. بنغيط يفتح على الجهة اليمنى لحليمية. بنغيط من جديد من لاعبين بينية ممتازة لو وجد لوضع التسلل ولا التوزيع الأرضية دخلت الأمامية جانبية
أول فرصة وأول كرة لأبو كرة. جيدة جدا، التوغل من خارج الملعب، لعب كرة عرضية بصورة جيدة، الاستقبال كان تنقصها الدقة. بعيدة تماما على مرمى الحارس توفيق سيد أبو قران بتوزيع عرضية نموذجية ومثالية كما يجب أن تكون الكرة في الوسط. شيطة صح كرة مع دراوي، يعود مزيان، البهداري يستنجد بالحارس، كرة رمي تماس للمنتخب الجزائري، منتخب الأولمبي النكر. عبد اللوي، كنيش، حليمية، كنيش من جديد، بينية مع بن غيث ودراوي، فرحات الآن، الكرة والتوزيع الأرضية من هناك بعيدة مباشرة لثامر إلى رمي تماس، مزيان ولكن الكرة كانت بعيدة. هي رأسية مقران جانبية وبعيدة على مرمى الحارس توفيق علي رقم 16 في تشكيلة المنتخب الفلسطيني، وهو من لاعب رقم 13 سيدخل الآن جمال عماد زالب، ويخرج لاعب رقم 12 أحمد أبو ناهية. أبو ناهية الهداف، أحدى تصفيقات الجماهير. عماد سلباس، عماد بديلا للهداف أبو ناهية. أعتقد هذا تبديل دفاعي كمان للحفاظ على النتيجة، وهذا حق مشروع لأي فريق. لاحظوا الكتلة الدفاعية اللي عم يشتغل عليها الفريق الفلسطيني بصورة جيدة جدا، وهذا ضمن مقولة ثبات الحالة الدفاعية يؤدي إلى الهجوم الفعال. جمال معي الهداف أبو ماهية، كلمة فقط حول هذه المباراة وحول هذا التسجيل. أول شيء الحمد لله سجلت هدف في مباراة اليوم، مباراة جميلة، جمهور جميل رائع. الجماهير أجت عشان تثبت إنه القضية الفلسطينية مش لحالها، جمهور الجزائر مع القضية الفلسطينية، وهاي المباراة إن شاء الله تكون بداية لمباريات قادمة إن شاء الله. شكرا وبالتوفيق. شكرا. أسعد لاعب لحد الآن أنه مسجل الهدف الوحيد في المباراة التاريخية بين المنتخبين الفلسطيني والجزائري. تفاهم الكرة إلى أين؟ إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبء نفسي، اتخاذ القرارات الخاطئة، نتيجة العبء النفسي الموجود عند اللاعبين أو التسرع بأنه تعديل النتيجة لما يكون على حساب الفاعلية. في الدقيقة 78 من زمن المباراة، واحد مقابل لا شيء للمنتخب الفلسطيني. تحضير من أموقران، تغطية من عبد اللطيف، البهداري مباشرة لكنيش، الحارس أيضا الحارس الأساسي للمنتخب الفلسطيني كان أبدى أمنية باللعب في الجزائر بين أحضر العريش على أبدى النية وأبدى طبعا إعجابه بالكرة الجزائرية، وقال أتمنى أن ألعب في الجزائر، ويبدو بأنه اختار الوفاق. فقسطيف فريقه قال إن الناصر هو يحبه. كرة من هناك في الوسط، سرع على الكرة، ينتهي السرع بصافرة الحكم السيد بوكواساو، وخطأ للمنتخب الفلسطيني. تسديدة، مفعول التسديدة نوعيتها جيدة لكن ما موجود فيها الدقة، رغم انه تغير اتجاهها من قبل المدافع. بهالكور هي كان يفضل التمرير الجانبي لانه كان داخل معه زميله، كان ممكن يكون خطر اكثر على مرمى الفريق فريقنا الجزائري. جورمان تعليمات للمنتخب لعناصر المنتخب الوطني الجزائري، وصراع على الكرة، وخطأ يقول الحكم السيد بوكواساو. واعتقد
اعتقد انه المباراه عم تاخذ منحى جديه اكثر، وهذا شيء جيد للفريقين. كنيش يلعب كرة مع مزيان في الوسط، محاولة المرور، هناك خطأ يقول الحكم على شيتا. بنغيث في وسط الميدان، ثنائية مع مزيان، انطلق مزيان، يحاول مزيان مراوغة أولى وثانية، يفتح الزاوية يسدد بعيدة. توغل رائع جدا، تصميم كان بصورة جيدة واتخاذ قرار مناسب. كان تنقص شوية دقة لأن نوعية التصميم كانت جيدة جدا. فوق المرمى وفوق العارضة، ضربة مرمى للحارس، التوغل والتسديد. بعد ذلك إلى 55 تدخل بالرأس، إخراج الكرة إلى رمي التماس. الحكم الأول المساعد الأول يقول رمي التماس للمنتخب الفلسطيني. العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة التاريخية بين المنتخبين الشقيقين. مزيان بقوة كبيرة، جابر أمام الكرة لتنفيذ الخطأ. داخل منطقة العمليات، خروج الحارس الشعال فوق الجميع. إلى الكرة بسرعة، محاولة الانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى، منطلقة ممتازة وراية مرفوضة، ولك خطأ يقول الحكم على مزيان. بطاقة صفراء، أول بطاقة صفراء في المباراة الودية لمدافع المنتخب. هذا مؤشر إيجابي على أنه المباراة أدت طابع الجدية الآن. الرجاء صاحب البطاقة الصفراء الوحيدة هي أيسر للمنتخب الفلسطيني. منتخب حسين، كرة ثابتة للمنتخب الجزائري داخل منطقة العمليات، ملعوبة، الدفاع في وضعية صعبة، والحارس سهلة توصل الكرة للحارس توفيق علي، وضعية صعبة بظهره إلى الشباك للمرمى، والمضايقة أيضا من دفاع المنتخب الفلسطيني. كرة في الأرض من الحارس، طويلة من مصعب، راية مرفوعة، هناك خطأ يقول الحكم المساعد للمهاجم الفلسطيني البديل قاسم رقم 25 في الكرة العالية مع عبد اللاوي. الوقت يمر، والنتيجة لهذه المباراة الودية 1 مقابل لا شيء، بداية من الدقيقة 63 من زمن المباراة. 1 مقابل لا شيء للمنتخب الشقيق فلسطين. أحسن في الشوط الثاني منه في الشوط الأول. كرة ثابتة ملعوبة داخل البوكس، خروج الحارس شعل، راسية وراية مرفوعة عند تسلل. يقول الحكم كانت الكرة من مصعب مخادعة، تبحث عن البهداري عبد اللطيف، كان موجود في وضعية التسلل. أقوى المدافعين، واحد من اللاعبين الأساسيين، ركيزة لا يمكن الاستغناء عن اللاعب عبد اللطيف في البهداري مغزى. فرحات، هناك خطأ. عملية التصدي المبكر لما يكون فيها الفريق الفلسطيني عم يكون إلى مردود جيد، بأنه الفريق الجزائري يخسر الكرة بسرعة. تحويل الكرة بالرأس مباشرة للحارس أمام لاعبين، توصل الكرة سهلة للحارس توفيق علي، حاول يربح بعض اللحظات. شريفي خرج الكرة إلى رمي التماس. إيقاع المباراة هبط دكتور.
يعني فريقنا الفلسطيني عم يحاول يحافظ على المباراة، التسرع اللي عم يكون فيه فريقنا الجزائري عم تؤدي لعكس ما يتطلب الفريق او ما يريد الفريق من زيادة الفاعلية على مرمى فريقنا الفلسطيني. صراحة هذا اختبار جيد، نشاهد بأنه اختبار جيد، تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الفلسطيني خضر عبد الحميد. فريقين كونها مباراة ودية بيحاولوا يجربوا أكبر عدد من اللاعبين، لكن وعملية تبديل اللاعبين أحيانا بتغير سيستم اللعب، بتغير التعامل مع المباراة إما بالناحية الدفاعية أو بناحية هجومية. الفريق الجزائري مطالب بزيادة الفاعلية الهجومية لتحقيق العودة بالنتيجة، بينما الفريق الفلسطيني بيثبت حالته الدفاعية. كرة من هناك لفرحات يحاول التوزيع على الأرضية داخل منطقة العمليات، الدفاع ينقذ الموقف، التصدي وإخراج الكرة. شيء جميل، عملية تغطية المنطقة كانت ناجحة جدا من قبل للآن من قبل الفريق الفلسطيني. ثلاثية من هناك، بن غيث يحاول الدخول داخل منطقة العمليات، التوغل، يلعب كرة ولكن الصراع على الكرة. مصعب وفرحات تعود مباشرة لفرحات، الشريفي يخرج الكرة للدفاع. عبد اللوي دراوي من هناك لبن غيث، ليمية ولكن دفاع، إخراج الكرة إلى رمي التماس للمنتخب الجزائري. بسرعة الكرة شيتا، خروج من المضايقة ومن الحصار المضروب على اللاعبين على الجهة اليمنى اليسرى للمنتخب الفلسطيني ملعوبة، ولكن دفاع، تغطية ممتازة عن طريق محمد درويش، تعود لعبد اللوي في الوسط، شيتا مع دراوي، تغيير الاتجاه وتنويع اللعب مزيان. فرحات، بعد ذلك الشريفي، بن غيث يحاول تغطية ممتازة، إخراج الكرة بامتياز لثامر، يحتفظ بالكرة ثامر، المساندة موجودة، ثامر والضغط عليه يراوغ، ينجح، يمر في المرة الأولى وفي المرة الثانية بين ممتازة. ضاعت هذه الفرصة الثمينة والكبيرة للمنتخب الفلسطيني. توغل رائع من قبل اللاعب وتمريرة ذكية جدا بظهر دفاعنا أدت إلى الانفراد، لكن عدم الدقة بالتصويب أدى إلى عدم تسجيل الهدف الثاني لفريقنا الفلسطيني. عماد يضيع فرصة كبيرة وثمينة لمضاعفة أو لتعزيز النتيجة، لمضاعفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني بعد انفراد مع الحارس فريد شعال. التوقف كان رائع من قبل عماد واخذ الفراغ من قبل زميله كان اروع. كان لو توجت بهدف كان من الاهداف الجميله الملعوبه بشكل تكتيكي جماعي، خاصه الانهاء كانت تحتاج الى انهاء جميل. 19 نعم يوسف. راح نقول انه التبديل الخامس بالنسبه للمنتخب الفلسطيني بدخول محمد ابو ورده وخروج تامر سعيد. شكرا. النتيجه على حالها. مقران يحاول خطأ يقول الحكم لدفاع المنتخب الفلسطيني. محمد ابو ورده رقم 19 بينية ممتازة في عمق الدفاع، انفراد بسنتيمترات فقط على مرمى الحارس والقائم الايمن لحارس المنتخب الجزائري شعال. ما ننسى ان تحرك الحارس وخروجه المبكر من المرمى قفل الزاويه وما اعطى فرصه للمهاجم ليفكر بصوره صحيحه. هذا اسلام بكير واحد من اللاعبين الشبان لاول مره يوسف في مكان دراوي، وهذه فرصه اولى لهذا اللاعب من امل الاربعاء. جنب الحارس الاخر موجود من امل الاربعاء مرباح حكايه اول مره مع المنتخب الوطني الجزائري الى جانب لاعب الذي طرده بالعياذ بالله.
السورية في نفس الوقت. ويقال بأنه أيضا يملك إمكانيات كبيرة. نفس الشيء بالنسبة لإسلام باكير، لاعبين الشبان للمنتخب الأولمبي الجزائري المتأهل بجدارة الاستحقاق إلى الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو في البرازيل. يعود بعد غياب طويل 35 عام غابت الكرة الجزائرية عن الألعاب الأولمبية، لكن بفضل هذا المنتخب الشاب والموهوب وبقيادة شورما الاستحقاق يعود إلى صاحبه، طبعا كذلك إلى المساعدات الكبيرة للمساعدين وللطاقم الإداري والطبي والاتحاد الجزائري لكرة القدم. صعب على توفير كل كبيرة وصغيرة والظروف المناسبة كي يعود. هناك تغيير يوسف أيضا في تشكيلة المنتخب، آخر تغيير للمنتخبين 6 في التغييرات وهو محمد يمين. طبعا آخر تغيير رقم 8 في تشكيلة الفدائي محمد يمين تحت تصفيقات الجماهير الحاضرة اليوم في مكان بابلو برافو يلعب في الشيل. و4 دقائق جمال بدل ضائع. تهريب الاسمي لهذه المباراة، 1 مقابل لا شيء للمنتخب الفلسطيني للفدائي. جمال نعم بالطرفة فقط نور الدين ود عليه يقول انه 4 دقائق كثير علينا يعني. طبعا هو يريد ان تنتهي النتيجة باوديو بينية، ولكن تغطية دفاعية من عبد اللوي، قراءة للكرة من عبد اللوي، الضغط عليه يحاول ان يراوغ يضيع الكرة امام لاعب يبحث عن الجسر الصغير. طبعا طويلة بالنسبة للفائز هو قصيرة جدا بالنسبة للخاسر، ولكن لا خاسرة ولا غالبة اليوم، لا غالبة ولا مغلوب. الكرة والقضية والأخوة والصداقة هي الغالبة اليوم. هي هذه الجماهير التي حضرت اليوم في مباراة تاريخية ستبقى عالقة بالذاكرة والتاريخ وستذكرها الأجيال. دكتور هناك وضعية تسليم، ما في شك مباراة راح تبقى بالتاريخ وتبقى ذاكرة جيدة جدا بين شعبين تعرضوا للاضطهاد، لكن الشعب الجزائري بانتصار ثورته راح يعكس الانتصار العظيم على ثورتنا الفلسطينية. هذا المطلب الذي كان شعبيا تحول إلى رسمي بفضل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك بفضل رئيس الاتحاد الفلسطيني ورئيس اللجنة الأولمبية اللواء رجب رجوب، وكذلك محمد هورا السيد محمد هورا، بحضور جماهير غفيرة جدا في أجواء احتفالية. المهم هو تجسيد وتتويج هذه العلاقة التاريخية بهذه المباراة الكروية. رياضة كرة للمنتخب الوطني، محاولة من مزيان يحاول يوزع كرة من هناك على الجهة اليمنى توصل حليمية داخل منطقة العمليات، خروج الحارس فوق الجميع يلتقط الكرة. حضور رسمي خطأ يقول الحكم. حديث بين رجب رجوب وكذلك يعني السيد جبريل الرجوب مع رئيس اللجنة الأولمبية. نعم. ملعوبة الكرة جزائرية بالتمريرات، محاولة المرور بالثلاثية، التجاوز والتخطي، ولكن الدفاع يغطي. أعتقد آخر هجمة وقته يمر. خطأ يقول الحكم.
تكون هذه هي الكرة الأخيرة في المباراة التاريخية الكبيرة بين الفريقين. نعم صافرة